السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعين قناة أخبار البورصة المصرية. هنتعرف اليوم في هذا الفيديو على أكبر الرابحين وأكبر الخاسرين في البورصة المصرية وفي المؤشر الرئيسي EGX 30 و EGX 70، وذلك في جلسة يوم الثلاث الموافق 8/10/2024. طبعا لو نلاحظ النهاردة إن في زي البانيك كده حصل في السوق بسبب الأخبار اللي هي السياسية الخاصة بالحروب على لبنان وحرب إسرائيل مع لبنان، فأدى إلى نزول حاد في السوق المصري، وطبعا الأسواق كلها متأثرة. طبعا في أسهم كانت مرتفعة أصلا ومنفوخة، يعني زي السويدي مثلا امبارح أغلق على 112 جنيه. فالنهاردة مثلا أغلق على حاجة وتسعين، فنزل في نص الجلسة نزل حوالي 18%. فالناس اللي هي بتشتري في الأسهم اللي هي مرتفعة توخي الحذر. يعني انت عايز تكسب مثلا اشتري في الأسهم اللي هي لما مثلا حصل هبوط زي اللي حصل النهاردة ده، تكون انت مجهز سيولة وتشتري في الأسهم اللي هي نقصت 5% و6% و7%، بس تكون أسهم طبيعية، ما يكونش مثلا زي السويدي ناقص يعني كان مرتفع 10 جلسات ورا بعض، وتروح مثلا أول ما ينزل تروح انت ايه، تروح انت مشتري منه عشان نزل 15%. لا يعني مش مضمون، يعني لما يكون حاجة نازلة من الدور العاشر مثلا فما تمسكهاش انت، يعني لانها تعورك، هتسيبها لما ايه، لما تنزل خالص وتهدى تروح مثلا تمسكها. يعني ده اللي هو تشبيه زي كده، يعني ما ينفعش انت السويدي نازل من 112 وصل 88 وتروح تشتري. طبعا لما تلاقيه خلاص ثبت اشتري، وبالفعل يعني هو النهارده ثبت على 88 والناس اشترت ورفعوه تاني ل 94. تعالوا بقى نشوف اللي هو ابرز الرابحين وابرز الخاسرين في المؤشر الرئيسي اللي هو EGX 30. ابرز الخاسرين طبعا اللي هو السويدي الكتريك، وده خسر 12% بوينت 83، واغلق على 94 جنيه ونص. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان هو قعد ينزل لحد 88، وبعدين الناس لقيت ان مثلا في فرصة راحوا قعدوا يشتروا فرفع تاني. طبعا السويدي للي ما خدش باله مثلا او اللي ما وصلتوش معلومة ان هو من احد المشاركين في مشروع رأس الحكمة، وبالتالي السهم بتاعه في ارتفاع مستمر لمدة كذا جلسة ورا بعض، والنهاردة يعتبر هو أول هبوط ده ليه، فالله أعلم هل الأيام اللي جاية هيهبط تاني أو لأ. السهم التاني اللي هو من أبرز الخاسرين اللي هو غبور، وده خسر 5% بوينت 63، وأغلق على 14 جنيه و6 قروش. إعمار مصر خسرت برضو 5% و19، أغلقت على 7 جنيه 85. اي فاينانس أغلقت على 20 جنيه و30 قرش وخسرت 4% فاصل 78. مصر الجديدة للإسكان أغلقت على 9 جنيه 85 وخسرت حوالي 4.5%. اسكندرية للزيوت المعدنية أغلقت على 8 جنيه 78 وخسرت حوالي 4.5%. بي انفستمنت أغلقت على 22 جنيه فاصل 52 قرش وأغلقت على يعني نسبة خسارة 4.33. بنك أبو ظبي الإسلامي أغلق على 37 جنيه وقرش، وطبعا خسر 4% بوينت 31. هرمس أغلقت على 23 جنيه 45 قرش وبخسارة 4% بوينت 28. طلعت مصطفى أغلق على 57 جنيه و94 قرش. طبعا عندك نسبة اللي هو التغير في السعر دي اللي هي في المية، دي نسبة الخسارة بالمية. بالم هيلز أغلق على 6 جنيه 23. بيلتون القابضة أغلقت على 3 جنيه و6 قروش. حديد عز أغلق على 104 ونص. القابضة المصرية بالجنيه أغلقت على 32 جنيه 88 قرش. مصر مدينة مصر للإسكان أغلقت على 4 جنيه و13 قرش. فوري أغلق على 8 جنيه 36. جهينة أغلقت على 29 جنيه و13 قرش. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين اللي ليه سهم معين وعايز يشوفه يوقف عليه.
عندك موبكو أغلقت على 40 جنيه و34 قرش. طبعا موبكو أصلا نازلة بهبلاها، كويس إن هي مسكت نفسها وما نزلتش تحت ال40. طبعا عندك الشريرة الدخان 27، طبعا دي عشان عليها كوبون نقدي هيتوزع، فعشان كده هي ايه، رفعت من 25 ل27. دي برضو ماسكة نفسها وما حصل لهاش حاجة. النساجون، وعندك أبو قير. البنك التجاري الدولي برضو ده هبط شوية 83 ونص. الحاويات 21 جنيه و44 قرش. وراسكوم 284. راسكوم للإنشاء برضو من إحدى الشركات الكبرى اللي هي مشاركة في مشروع رأس الحكمة. وطبعا امبارح عدت ال300 بناء على الخبر. النهاردة نزلت وأغلقت على 284 جنيه. سيدي كرير السهم الرخم جدا اللي هو هيجيله توزيع نقدي يعني آخره تقريبا بكرة اللي هو يوم الأربع، ومع ذلك السهم ما تحركش من الأساس. ده أغلق على 27 جنيه ونص. طيب تعالوا نشوفوا أبرز الرابحين. أبرز الرابحين في المؤشر الرئيسي اللي هو اي اكس 30 إيديتا للصناعات الغذائية. طبعا أبرز الرابحين زي ما حضراتكم شايفين هم اتنين بس، ما فيش أي شركة تانية ربحت ولا عملت أي حاجة غير الشركتين دول. شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ودي أغلقت على 30 جنيه و17 قرش، ونسبة التغير 2%، 2.72. كيلوباترا تقريبا دي مستشفى كيلوباترا أغلقت على 7 جنيه و80 قرش. ده بالنسبة للمؤشر اللي هو اي جي اكس 30. طبعا اي جي اكس 30 أغلق كمؤشر رئيسي، أغلق على 30,851 نقطة. 30,851. طبعا هو الخبراء بيقولوا ان هو طالما اغلق فوق ال30,700 ده حاجة كويسة، ده معناه ان هيحصل ارتداد يعني. فاللي اشتروا يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم، لان هو زي ما بيقولوا ما اغلقش على اقل من 30,700، لان هو ايه، اغلق على 30,851. تعالوا نشوفوا اي جي اكس 70. اي جي اكس 70 ابرز الرابحين فيه كذا حد رابح، حوالي 6 شركات ولا 7 شركات. ابرز الرابحين في المؤشر السبعيني هو الانتاج الاعلامي، وده اغلق على 23 جنيه 78 قرش بمعدل تغير 6%. عندك غاز مصر، طبعا الاشاعات اللي بتطلع عليه، طبعا يا جماعة يعني الاشاعات دي الشركة نفتها، وممكن الاشاعات دي تتحول لحقيقة. يعني هم بيبقوا زي كده يقول لك مفيش وما عندناش ومحدش بعت لنا ومفيش استحواذ، وفي الاخر يطلع ايه، في استحواذ. فبرضه الموضوع ده مش مضمون، لان غاز مصر ده رفع من 28 جنيه دلوقتي النهارده اغلق على 55. فده ارتفاع تاريخي يعني. هل هو ارتفاع تاريخي بسبب مثلا ان احنا لقينا غاز؟ لا، ده بسبب اشاعات الله اعلم مداها، هل هي صحيحة ام كاذبة. ده كله غير واضح، وخاصة ان الشركة نفت. فانتبهوا من الاسهم اللي هي في مجموعة من الاشخاص بينزلوا عليها اخبار، ممكن الاخبار دي مش حقيقية مثلا، وبعدين عشان يصرفوا عليكم اسهم او يرفعوا سهم معين او ينزلوا سهم معين وهكذا يعني. عندك مصر الأسمنت. مصر الأسمنت أغلقت على 23 جنيه و26 قرش. ديجا تايز أغلقت على 1 جنيه و62 قرش. بنك البركة أغلق على 12 جنيه 38 قرش. مرضايف أغلقت على 38 سنت ونص. جنوب الوادي للأسمنت أغلقت على 3 جنيه وقرشين. نهر الخير أغلق على 52 قرش و5 مليم. طبعا بنلاحظ ان قطاع الاسمنت رفع النهارده بسبب برضو اخبار رأس الحكمة. ده بالنسبة للشركات اللي هي ايه، اللي هي كانت رافعة في المؤشر السبعين. تعالوا نشوفوا مع بعض ابرز الخاسرين. ابرز الخاسرين عندك جدول التنمية، ونسبة التغير 6.5%، واغلقت على 4 جنيه 95. العاشر من رمضان اغلق على 3 جنيه و5 قروش، ونسبة التغير برضو 6.5%. الملتقى العربي أغلق على 2 جنيه و30 قرش. يعني كل الشركات دي اللي انتوا شايفينها
طبعا احنا بنجيبه النسبة الأكبر. كل الشركات اللي شايفينها اللي خسران 6% و5% و4%، كله هو أربعات وخمسات وستات. عندك زهراء المعادي خسارة 5% وأغلقت على 7 جنيه 35. سيراميكا ريماس أغلقت على 78 قرش و7 مليم. النصر للأعمال أغلق على 3 جنيه 85. كابيتال أغلقت على 2 جنيه و19 قرش. الشمس للإسكان أغلقت على 6 جنيه 39. طبعا ادي باقي الأسهم. لو في سهم معين عايز تشوفه وقف عليه الشاشة. يعني أبرزهم العبوات الطبية أغلقت على 1 جنيه و34 بانخفاض 4%. والكابلات الكهربائية أغلقت على 2 جنيه 91. دي كان فرصة للي معاه فلوس النهاردة يشتري. كل الأسهم النهاردة، كل اللي ارتفعوا في السوق يعني حوالي 8 أسهم. 8 أسهم ارتفعوا، وحوالي 230 سهم انخفضوا. زي ما حضراتكم شايفين كله منخفض اهو. وعندك الأرقام لو حد عايز يقف على الفيديو أو يبطأ الفيديو أو يزود يسرع الفيديو، كل الأوبشن دي موجودة. طبعا لو في سهم معين احنا عايزين مثلا نشوف التداولات بتاعته في جلسة الإغلاق أو الكلام ده كله، بنضغط عليه زي كده. هو في ده العاشر من رمضان ب100 ألف، هو ناس بايع ب100 ألف وناس بايع ب50، يعني ده بيتخلصوا منه. شوف كله بيع بيع بيع. لو أي حد عايز تفاصيل أي سهم وعايز يشوف اللي حصل في جلسة الإغلاق، يا ريت يكتب لي وأنا أصور له فيديو إن شاء الله. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة، ونراكم في فيديو لاحق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.